أن للحاكم سواء كان ملكا أو رئيس دولة إلى آخره له نصف ساعة في التلفزيون يخرج على الهواء مباشرة يزني ويشرب الخمر. شو موقفنا منه؟ على الهواء مباشرة يزني ويشرب الخمر. إذا كنت أمامه انكر عليه ولو بصوت مرتفع، ولو قدام الناس، ولو أمام الناس، لكن تراعي المصلحة والمفسدة. أما إذا كنت وراءه لا تذكر اسمه، تدعو لولي الأمر، تجعل الناس تجتمع قلوبهم عليه حتى لو كان يزني نصف ساعة كل يوم على التلفزيون، لأن مطلوب منك شرعا تؤلف الناس على ولي الأمر، لا تهيج الناس على ولي الأمر، مع إنكار ماذا؟ المنكر بدون ماذا؟ بدون تسميته، لا تصريحا ولا تعريفا. حسبنا الله وحسبنا الله في اللي بيسموهم علماء وما هم بعلماء دلوقتي، اللي انا بسميهم عوالم بتوع تربية تتيه وهشك. والله دول علماء السوء اللي هم الشاعر بيقول فيهم قوم إذا صفعت بالنعال وجوههم تساءلت النعال بأي ذنب تصفعوا. والله منهم المجرم السافل ده اللي طالع يقول لك الحاكم لو زنى في الهوى على الهوى لو زنى نص ساعة، ما اعرفش لو مثلا طول شوية بقت 35 دقيقة يبقى حلال ولا حرام. وبعدين طالع لسه كمان دلوقتي بيقول لك ولو عمل لواط. طب انا بسأل سؤال، يا مجرم يا سافل يا جاهل، لو الحاكم اللي انت بتقول عليه زنى بأمك او زنى ببنتك او زنى بمراتك هتقبل؟ لو راجل اتكلم، لو راجل وفيك ذرة رجولة رد عليا. لو الحاكم زنى بأمك بمراتك ببنتك ومش على الهوا، لا بلاش على الهوا، في السر، جاء قال لك هات مراتك هات بنتك عشان اذني فيها، تديها له؟ طيب سؤالي التاني، لو راجل وفيك ذرة رجولة ترد عليا، لو الحاكم عايز يعمل معك عمل قوم لوط اللي انت بتقول جائز انه يعمل كده ويعمل على الهوا ومحدش يعاتبه ولا يخرج عليه، تديله نفسك كده مستني ردك. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كنت أمامه انكر عليه ولو بصوت مرتفع، ولو قدام الناس، ولو أمام الناس، لكن تراعي المصلحة والمفسدة. أما إنكار ماذا؟ المنكر بدون ماذا؟ بدون تسميته، لا تصريحا ولا تعريفا. وقد اشتهر الزنا وأخذ يبث في التلفاز وغيره، فاتقوا الله والزنا محرم. يا إخوة المرحلة اللي احنا فيها دي أنا بسميها مرحلة كشف المستور. الحمد لله دي من الله، والله كشف المستور. والأمور كانت متدارية وفي فساد تحت، لا اكشف. صدق الله القائل آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، وفي قراءة يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. كذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: ليميز الله الخبيث من الطيب. يميز، ابعد، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وفي سورة الفتح: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. دي مرحلة التميز عشان ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا أهل السوء والفساد والرقص والضنس، يا أنجاس يا اللي دنستم أرض الحرمين. الله ينتقم منهم يا رب. اللهم طهر أرض الحرمين منهم يا رب العالمين، وممن يساعدهم وممن يمولهم وممن يرضى عن فعلهم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقالوا لي الطيار ده مثلا صليبي او بيعمل عمل قوم لوط والعياذ بالله، وراجل سايق بينا فوق. الحمد لله. ايه؟ لا لازم يتشال. ايه اللي يتشال؟ هنشيله. هنقع. انت تعبيط انت ولا اهبل انت ولا؟ في هبل كده زي الحشاش اهبل، واحد حشاش اهبل راحوا يعدموه لحبل اتقطع على له، وبعدين احنا جايين نتعلم ولا جايين نلعب بقى؟ في ناس هبله كده. ده لازم يكمل، بس احنا نقول له لا خلي بالك، لا خلي بالك، لا خلي بالك، لا خلي بالك، لكن ايه، عايزين نوقع البلد يعني؟ عايزينها تقع؟ فيا شباب يا عاقل، يا شباب يا اللي مش مأجور، يا شباب يا اللي بتفهم، مش اللي بيساق زي البهايم، لا لا لا، يا شباب يا عاقل ابنوا البلد، ساعدوا في بنائها، لان البلد
رئيسنا الحبيب اللي اخترناه